سيدنا يعقوب فقد تاني أغلى ابن عنده بعد ما فقد سيدنا يوسف، واتعمى من كتر البكا عليه. فقده في أعز وقت هو كان محتاجه فيه، في وقت ما كان حزنه مش متحمل حمل زيادة ولا وجع تاني حتى لو هين. كان قلبه فارغ بما فيه الكفاية لفقده ابنه وراه بصره. قام ابتلى في أعز حاجة كانت باقية، ابنه التاني. الحادثة التانية دي بحس الآيات بتوصف انه اتقهر، بحس كأنه من الحزن تاد. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. وفي قوله الثاني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن العجيب والآية اللي تستاهل الوقوف عندها فعلا قوله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إيمانه في عز بلاءه برجوع كل ما فقد كان عجيب. وقد كان ابنيه وبصره رجعوا له مرة واحدة بعد ما اشتد الحزن وبلغ مداه. جاء الفرج الأعظم، جه يزيح كل اللي شوهه الحزن سنين ويبدله براحة وجبر للخواطر. بالظبط زي ما أحيانا بيحصل في حياتنا، فجأة بتتقفل من كل اتجاه وكل الطرق بتسد والضيق بيسكن في قلوبنا، وكأن الكروب كلها اتجمعت علينا في وقت واحد. بنحس ان ده فوق طاقتنا وان الحياة بتظلمنا بقسوتها علينا المبالغ فيها من غير سبب. ساعتها غالبا بنكون بنسلب نعم كتير وبنبتلى بقسوة علشان بنتهيأ لفرج عظيم ورزق واسع. لما تشتد قوي وتضيق من كل اتجاه ردد عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. سيأتيك إن شاء الله دفعة واحدة وفرحة كاملة. وقد كان لنا يعقوب خير معلم، كلما ضاقت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.